قصتنا بتبدأ في محطة قطار تاباتا في طوكيو، وبيكون اليوم ماشي بشكل عادي وطبيعي لحد ما فجأة بيشتغل واحد من الركاب وبيسبب حريق كبير في واحدة من عربيات القطر. وفي الوقت ده بيظهر شينرا وبنعرف منه انه ولد مش عادي. وقبل ما نعرف سر شينرا بتوصل قوات مكافحة النيران اللي اسمها فرقة القوات التامنة الخاصة، وبتقدر تواجه الوحش وبتتغلب عليه. لكن بتكون واحدة من الأعضاء واللي اسمها إيريس في الخطر، وفي الوقت ده بيستخدم شينرا قوته وبيطلع نار من رجليه وبينطلق بسرعة رهيبة علشان ينقذها. وبعدها بيعرف نفسه لاعضاء الفرقه وانه ضابط مكافحه من الدرجه الثالثه، وانه لسه يا دوبك منضم ليهم النهارده. وطبعا بقدرات زي دي بيكون الاعضاء سمعوا عنه فعلا. بعدها بيروح شينرا مقر الفرقه واللي بيكون واحد من اكبر المباني التاريخيه في طوكيو، وهناك بيقابل قائد الفرقه اكتارو والملازم الاول تاكي اللي بنعرف منه ان الفرقه التانية بتنهار وحالتهم حاله. وبيراجع اكتارو السي في بتاع شينرا وبيلاقيه مبتسم ابتسامه مبالغ فيها في الصوره، فبيساله عن سببها. فبيعرفه شينرا ان هي مش قله احترام ولا حاجه، بس هو لما بيتوتر عضلاته بتتشنج وبيبتسم بالشكل ده. فبيستغرب اكتارو لكنه مش بيكون متضايق اصلا، وبيسال شينرا عن سبب انضمامه لفريق مكافحه النيران، فبيقول انه عايز يبقى بطل وينقذ الناس. لكن في الوقت ده بيتدخل الملازم تاكي وبيقلل من شأن شينرا وبيقول له انت هنا بس علشان تحسن من سمعتك وتستغل القوه اللي جات لك بعد حصلك في الاكاديميه. وبيكون واضح ان تاكي بارع في التحليل وجمع المعلومات. وفي الوقت ده بيتقابل شينرا مع الادوات التانيين اللي اخت ايريس اللي انقذها اول يوم وماكي والحياه اللي بالنسبه لها بامبي في بامبي. وبعدها بيلقي القائد اكتارو خطابه وبيعرفهم بيقول لهم ان ظاهره اشتعال الناس دي اسمها الاحتراق الذاتي الآني، وان ضحايا الاشتعال ده هم الجيل الاول من وحوش النيران اللي فقدوا احساسهم بادميتهم، وبقى هدفهم انهم يحرقوا المنشآت ويقتلوا البشر، وان وظيفه الفرقه التامنه ومسؤولياتهم انهم ينقذوا ارواح البشر ووحوش النيران برضه، وكذلك اكتشاف سر الاحتراق الذاتي للبشر وبالتالي يمنعوه من الاساس ان هو يحصل. وفي الوقت ده بيرن جرس الانذار وبيظهر وحش نار جديد، وفي دقايق معدوده بيجهز الفريق علشان ينطلق، وبيشجع اكتارو شينرا وبيقول له ان دي فرصتك علشان تبقى البطل اللي كنت نفسك تكونه. وفي الموقع بقى بيتقابل القوات الخاصه اللي سبقتهم، ومنهم بيعرفوا ان الوحش دوت عدواني وشرس لابعد الحدود، وبيعمل حاجز نار عظيم وبيمنع دخول اي حد. وبيشوف شينرا منظر النار المرعب وبيفتكر اللي حصل وهو صغير، فبيخاف جدا لكن بيتفوقوا ماكي وبيدعموا بقى الفريق وبيطمنوه وبيعرفوه ان هم مش هيسيبوه ابدا وانهم بيدعموا بعض في كل وقت. وبيدي اكتارو اشاره البدايه وبتتقدم ماكي اللي بتقدر تتحكم بالنار وبتفتح طريق بين اللهب، لكن اللهب بينفجر وبيصيب شينرا وبيتخبط في صخره جامده وبيفقد وعيه. وفي الوقت ده بيحلم بالماضي وبيفتكر لما والدته واخوه ماتوا بسبب ان والدته اشتعلت ذاتيا وساعتها ماتت هي واخوه، وانه حمل نفسه مسؤوليه الحريق علشان محدش يعرف انها والدته، وانه من يومها بقى منبوذ والمجتمع بيكرهه، وانه من ساعتها ما قدرش يبتسم ولا مره من قلبه، وده سبب ابتسامته المريبه. اخواتي لقد تسرعنا في الحكم على الواد الغلبان ده. وهنا في خلال ثواني بيفوق شينرا من الاغماء وبيكون وحش النار بيهاجم القائد اكتارو اللي بيحاول يصده بالسيف بتاعه وبيساعده تاكي بمسدسه. وفي الاثناء دي بتقول ايريس دعوتها علشان تهدي روح الوحش، وبتتعاون ماكي وشينرا وبتفتح له مجال وسط النار، وبيفتكر شينرا كل اهدافه وماضيه وبيحفز وعد لوالدته انه هيكون بطل ويحمي الناس، وبيقدر يستجمع تركيزه وقوته. وفي الوقت المناسب بيضرب الوحش ضربه قويه في صدره وبيخلص عليه وبيختفي. وبتقول للاخت ايريس الدعوات علشان تتاكد من هدوء الروح. الوحش يركض بسلام بعد موته، وبعد هزيمه الوحش بتقدر القوات ان هي تطفي النار وتسيطر على الحريق. وبيشكر المجتمع والناس الفرقه التامنه وبيعاملهم زي الابطال بالظبط، وده اللي بيحلم بيه شينرا من زمان واللي هو يتعود عليه في المستقبل. ايه ده يا شينرا، انت ما حبيت الموضوع ولا ايه؟ المهم بتعدي الايام وبنعرف ان في حدث كبير في الانتظار، وهو مسابقه للاطفائيين المستجدين، وفيها بيتنافس كل المستجدين في فرق الاطفاء، وبيكون هدف المسابقه التشجيع واكتشاف القدرات وتحفيزها. وعلى سطح بقى بيستعرض الاعضاء قدراتهم، وبنعرف ان ماكي ضابطه من الدرجه الثانيه، وده معناه ان هي بتتحكم بالنار لكنها مش بتعرف تعملها من الصفر بعكس شينرا اللي هو من الدرجه الثالثه. بعدها بيتقابل شينرا والفارس ارثر المستجد وبيتواجهوا على سطح. بنعرف ان هم كانوا في الاكاديميه سوا قبل الانضمام للوحده الثامنه، وبنعرف كمان ان ارثر بيعتبر شينرا شيطان ما يستحقش المدح والبطوله، وبيفضل يرازف بعض لحد ما بيتدخل مفرقع الجماعات تاكي ايوه بنفسه، وبتعرف العصفوره ماكي اللي حصل بين الولدين بالظبط. وبعدها بيطفي النار اللي عملتها وبيطلب منها انها تعمل مسابقه صغيره كده لشينرا وارثر علشان يشوفهم بيعرفوا يقاتلوا زي ما بيتكلموا ولا لا، وبتكون المنافسه عباره عن مين اللي هيغلب ماكي. فبيستهون بيها الولدين وده لانها من الدرجه الثانيه وهما بيكونوا من الدرجه الثالثه. وهنا بتكون ايريس قلقانه عليهم لانها اقل منهم في الرتبه، لكن بيروح قلقها لما بتعرف ان ماكي جنديه عظيمه وبتضرب في الولاد بقوتها البدنيه الكبيره، وبتقدر تتحكم في نار شينرا وسيف البلازما بتاع ارثر وبتعجنهم، وبتقلق ايريس على الولدين اللي بياكلوا على جامده وبيتهانوا قدامها. وبعدها تاكي بينهي النزال بعد الاستسلام شينرا وارثر، وبعد المواجهه بيعزمهم القائد اكتارو على رامن
الرامن، وبيزرع على الشباب التنافس في كل حاجه حتى الاكل. المهم بيخلصوا وبعدها بيشكروا القائد وبيرجعوا المقر. وفي الوحده بيدرب تاكي الشباب، وبنعرف ان الفريق محتاج مهندس تصميم وصيانه المعدات بدل من تاكي، لان هو الوحيد وبيعمل كل حاجه لوحده هناك. وفي الوقت ده بيضرب جرس الانذار، وبنعرف ان في وحش جديد في بيت هادي. وفي طريق بيطلب القائد اكيتارو من الفريق ان هو يخبي الاسلحه بتاعتهم علشان ما يجرحوش مشاعر قرايب الوحوش الناجين. ولما بيوصلوا الموقع بنعرف ان وحش النيران اللي هيحاربوه بيكون والد الطفله دي، وان الام اتحولت لوحش مشتعل من سنتين، وان البنت كده بقت وحيده في الدنيا. وفي الاثناء دي بيظهر واحد شبه الغراب كده وبيرمي شويه غبار اسود، فبتتشكل النيران على شكل وش ضاحك بيسخر من الفريق الانقاذ. وفي اللحظه دي بيقرر الفريق مهاجمه البيت، فبيقرر ارثر ان هو يخلص عليه ويريحه من الالم والمعاناه دي. وبرغم اعتراض شينرو علشان الراجل قاعد مسالم، الا ان ارثر بيخلص عليه وبتحس روحه بالسلامه اخيرا. لكن في الوقت ده بيتفاجئ ابطالنا بالغبار الاسود وهو بينزل عليهم، وبيسبب لهم انهيار في المكان كله. لكن القائد اكيتارو بيقدر ينقذ ثلث الاسره رغم انه بيعرض نفسه للخطر. وبيعرف اعضاء الفريق ان في طرف ثالث بيخرب عليهم شغلهم، وبيقسموا ان هم هيجيبوه وانه لازم يتحاسب علشان تخريبه لاخر ذكريات النجاه من احبابهم. وبنشوف بعد كده اكيتارو هو بيطمن الطفله ميكاكو، وبيقول لها ان والدك كان بطل واجه الاشتعال بسلام، وانه حاليا بيكون في مكان احسن ومرتاح وبخير. فبيديها الصوره بتاع اسرتها. وفي المقر بيفكر شينرا بكل اللي حصل، وبيكون مصمم انه يلاقي حل لظاهره الاحتراق الذاتي. وفي مكان تاني وفي مختبر غريب بنشوف الراجل الغراب ومع عالم شكله مش ولا بد. المهم بنعرف منهم ان طوكيو هي المكان الوحيد الامان في اليابان، وان منظمه هايجيما ومعبد سول هم المسؤولين عن ظاهره الاحتراق الذاتي للبشر، وانهم برضه مستفيدين من الطاقه الحراريه المنبعثه. بعدين بنروح لمقر الفرق الثامنه علشان تبدا في مسابقه الاطفائيين المستجدين، وبنشوف شينرا متحمس على الاخر. وفي مكان المسابقه بيتجمع كل المستجدين، وبيكون من ضمن قائد الفرق قائد الفرقه الاولى ليوناردو، واللي كان مع شينرا يوم حادثه والدته واخوه من 12 سنه. فبيقرر شينرا ان هو يروح له علشان يتكلم معاه، لكن بيمنعه وبيصد وبيقول له امشي يلا. لكن شينرا مش بيستسلم وبيروح عنده من تاني، فبيساله عن الحادث بتاع يومها. لكن القائد بيقول له انه بيحصل حوادث حريق كتير قوي، وانه مش فاكر ايه اللي حصل اصلا من 12 سنه فاتوا. وبتبدا المنافسه، وبيكون التحدي عباره عن اقتحام قلعه وانقاذ اللي فيها والخروج بسلام. وبعدها بيبدا التحدي وبيجري كل المستجدين، لكن شينرا ما بيقررش يجري معاهم، وبيقول لهم اجري لي اصلا وانا اقدر اطير مثلا. وبيكون شينرا اول واحد يدخل القلعه، وده بيديه افضليه طبعا، وبيكون هدفه انه يخلص بسرعه. وبيروح يتكلم مع قائد الفئه ليوناردو عن يوم الحادثه. وفي القلعه هناك بيلاقي الراجل الغراب، وبيكون عايز المتطوعين اللي المفروض الاطفائيين ينقذوهم. وساعتها بيقول له الغراب انه عارف عن الحادث اللي حصل من 12 سنه فاتوا، والا ماتت فيه ام شينرا واخوه الصغير، وانا كمان عارف عن اللي اصابتك يومها. لكن شينرا بيساله عن اللي يعرفه عن الحادث بتاعه، بيرد عليه وبيقول له ساليني شويه الاول. وبعدها بيرمي عليه البارود الاسود وبيولع سيجاره، فبتنفجر على سنه اللهب في كل مكان. وبيكون الغراب مستغرب من ابتسامه شينرا في الوقت اللي زي ده، فبيتبسط الغراب قوي وبيقول له علشان انت بس بسطتني خد الكبيره بقى، اخوك الصغير لسه عايش لحد دلوقتي. فبيقول له شينرا ان ده مستحيل لان الحريق كان كبير جدا والمحققين ملوش حاجه خالص. فبيقول له الغراب ان في حد لازم تشك فيه. فبيجي على بال شينرا قائد الفرقه الاولى ليوناردو، وبيقول له الغراب ان اعضاء فرقه المكافحه بيخبوا حاجات كتيره هناك، وعلشان تعرف اكتر لازم تتخلى عن البطوله وتبقى واحد ملعون معايا، وساعتها انا هعرفك كل حاجه اعرفها. لكن شينرا بيرفض وبيتعجب اصلا من معرفه الشرير بالمعلومات دي، وبيقول له انه مش عايز يبقى ملعون وانه يخلص عليه دلوقتي. وبيحاول شينرا يسيبه بركلات الملتهبه، بيعمل دبل كيك كده، لكن الراجل الغراب ما بيتاثرش خالص. وفي نفس الوقت بيكون ارثر في القلعه وبيوصل لمكان معركه شينرا، وبيطلب شينرا من ارثر انه يبلغ القائد باقتحام الراجل المشبوه اختبارهم. لكن ارثر مش بيكون واثق فيه وبياخد سيفه وبيحاربه. وبيكون معاه واحده اسمها تاميكي مستجده من الفرقه الاولى، وبيفكروا ده جزء من الاختبار وانهم يعني مصعبينها شويه السنه على المبتدئين. فبيقول له الغراب لو عايز تبقى بطل بجد انقذ كل الموجودين هنا. وبيقول له في حاله ان انت غيرت رايك وعايز تنضم للملايين هتلاقي الجوكر بيستناك وبيمشي. وبعدها بيشيل شينرا المصابين وبيفتح ارثر فتحه في السقف بمساعده تاميكي، وبيشيلهم شينرا هناك وبيهربوا قبل انفجار المكان. وبيستغربوا قاده الفرق من انفجار المكان، فبينقذ الاطفائيين اللي بيطيروا بسبب الانفجار. وبعدها بيمشي كل فريق مع القائد بتاعه وبيمدح ليوناردو شينرا على اختياراته. وفي مقر الوحده الثامنه بيسال شينرا القائد اكيتارو عن فريق المكافحه والاسرار اللي بيخفيها. فبيقول له اكيتارو ان وحده المكافحه مش منظمه واحده بس، وانها بتتكون من 3 وحدات: معبد سول المقدس، قوات طوكيو المسلحه، وهيئه الوقايه من الحرائق. وبيقول انه كل فرقه من 1 ل 7 بيتحكم فيها وحده معينه، وانه شاكك في امر الفرق دي ومش مطمن للمنظمات اللي بتديرهم، وان كل فرقه بتكون مكتمه على نتائجها، وان هدف الفرقه التامه انهم يكتشفوا امر الفرق دي وبيعرفوا سر احتراق البشر ويمنعوه علشان ينقذوا طوكيو. وفي مقر الفرقه الخامسه في حي
نهاية شو في طوكيو بنشوف الرئيسة هيبانا اللي بتكون مستبدة وملهاش كبير، وهي بتتابع واحدة من الوحوش النارية وبتحدد مكانه، وبيكون شكله موضوع مهم بما انها هي اللي اعلنت حالة الطوارئ في المقر بتاعها. وفي مقر الوحدة التامنة بيتابع افراد الوحدة الاخبار اللي طبعا مش بتذكر اي معلومات عن حادثة الجوكر في اليوم اللي فات، وبيعرف تاك الاعضاء انه حل الرماد الاسود اللي بيستخدمه الجوكر، وعرف ان رماد وحوش النيران اللي المفروض بتركض في سلام بعد هزيمتهم، فبيتضايق اكتر وشينرا، وده لان هدفهم هو سلام روح الوحوش مش اللعب بيها. وفي الوقت ده مش بيقدر شينرا يتكلم عن اخوه شو، وبيأجل الموضوع لبعدين. وفي المكتب بقى بيكلف كتار الشباب ببعض المهمات الاداريه، وبتوصل مهمه جديده للشباب وهي انقاذ كلب من على شجره، وفعلا بيوصلوا للمكان وبينقذ الكلب اللي مش بيكون عادي، وده لان واحد من الرتب في فريق المكافحه الخاصه، وبيعرف منه معلومات مهمه ان في واحد من المتسببين في الحريق الاخير هو عضو سبب في فريق المكافحه، وانه بيتم محاكمته النهارده، وغالبا هياخد براءه بحجه الجنون والمرض العقلي. وفعلا ده اللي بيحصل رغم اعتراض المجتمع، لكن دي بتكون النتيجه النهائيه. وفي الوقت ده وفي المحكمه بيشتعل المتهم رغم اندهاش الجميع، وبيتحول لوحش النار وبيموت القاتل اللي لسه عطيه براءه من شويه. وبيوصل الخبر دوت للفرقه الثامنه والفرقه الخامسه بقياده هيبانا وغيرهم من القوات المكافحه، واللي بيكونوا عايزين الوحش دوت لانه واعي وفاهم اكتر من الوحوش الثانيه. وفي الطريق بيقابل جنرال وارثر وفرقتهم عشان يروح المحكمه، وفعلا بيروح المحكمه وبيعرفهم الملازم تاكي عن كل حاجه عنه، وبيوصل جنرال وارثر بسرعه للوحش وبينقذ المحامي بتاعه قبل ما يخلص عليه، وبيشتغلوا مع بعض في تناسق وتناغم لاول مره. وفي الوقت ده بيوصل بقى اعضاء الفرقه وبيساعدهم في الهجوم عليه، وبيفكر الوحش انه يسلم نفسه بما انه اخذ براءه وكده يعني، وانهم المفروض طيبين وهيسيبوه في حاله، لكن تاكي بيقول له انه مش طيب وانه هيقتله وبيديله رصاصه كده، وبيهرب الوحش منهم وبيطير بعيد، وبيكون متعطش للدماء فبيطير شينرا وراه لانه الوحيد اللي هيقدر يلحقه. وبيوصل الوحش المدينه ولسه هيبدا يخرب، لكن في ثانيه الا ثانيه بيوصل شينرا وراه ويديله واحده في بطنه، وبيواجه شينرا الوحش اللي بيطير عربيه على شينرا، لكنه بيشوطها برجليه وبتوع العربيه قريبه من الوحش اللي بيكون مصدوم جدا وخايف من شينرا الملعون، وبيقعد الوحش يترجاه علشان يسيبه عايش وما يخلص عليه. فبيقول لشينرا ان هو مش هيخلص عليه لان الاخت ايريس مش موجوده، لانها المفروض تبقى موجوده وتقول دعواتها في الاول. وهنا الوحش بيكون ناوي الغدر بيه وبيحاول يهجم على شينرا، لكن شينرا بيكون اسرع منه وبيتوقعه وبيطير له دراعه. وفي الوقت ده بتنزل هيبانا وبتقتحم المكان وبتقبض قوتها على الوحش برغم اعتراض شينرا، لكن هيبانا بتستخدم سحر عليه وبتشل حركته تماما وبتمسكه لقوتها، لكن شينرا بيقدر يحرر نفسه منهم لما بيشوف ان واحد من الاطفال بقى في خطر، وبيكون على وشك انه يتواجه مع الفرق الخمسه كلها. وقبل ما تحصل اي كارثه بيوصل اعضاء الفرقه الثامنه، لكن بتستخدم هيبانا سلطتها وبتحفظ الوحش عشان ترجع بيه لمقرها وتعمل عليه ابحاثها. وبيكون الجو متوتر جدا بين اكتار وهيبانا اللي بيظهر انها عارفه ايريس او ان في حاجه مشتركه بينهم، وبتسحب هيبانا قوتها وبتتراجع لمقرها. وهنا بنرجع لمقر الوحده الثامنه وبتكون الاخت ايريس في الحديقه، وبتكون بتفكر في حادثه أليمة في الماضي لما كانت في الدير المقدس، وبنشوف معاها هيبانا وبنعرف انها كانت من راهبات في الماضي، وبتعيط ايريس لما تفتكر الحريق. وفي الوقت ده بيشوفها شينرا وبيقلق عليها جدا فبتطمنوا عليها وتسيبه وبتمشي. وبعدها بيجتمع القائد اكتارو مع اعضاء الفرقه وبيفكرهم بمهمتهم وهي حمايه الناس وارقاد الوحوش بسلام، وكمان بيأكد عليهم بمهمتهم السريه وهي مراقبه الفرقه الثانيه واكتشاف سرها. وبعد الخطاب دوت بيبدا تدريباتهم وبيسال شينرا تاكي عن هيبانا اللي هي قائده الفرقه الخمسه، فبيقول له انها اطفائيه قديمه من الجيل الثالث تابعه لمنظمه هيجاما، وفجاه بقت قائده فرقه، وده معناه انها عرفت معلومات خطيره جدا عن المنظمه ويمكن تكون عارفه سر الاحتراق الذاتي للبشر. فبيقول لشينرا انهم لازم يطردوها ويعرفوا وراها ايه، وخاصه انها بتعزل المدنيين علشان تحقق اهدافها. وفي مقر الفرقه الخمسه بنشوف هيبانا وهي بتدوس على وش وحش النار اللي خطفته من الفرقه الثامنه، وبتعذبه جدا علشان يعترف بكل حاجه تقدر تستغلها هيبانا، وبيبان عليها انها نرجسيه جدا وبتستغل كل اللي حواليها لخدمتها، وبتفضل تعذب فيه لحد ما جسمه يتكسر وبيشتعل قدامها. وبنرجع لمقر الفرقه الثامنه وهناك بيفكر شينرا في ايريس، وده لانهم تجنبوا بعض في اخر مره. وفي اللحظه دي بتدخل ماكي وبتسالهم عن ايريس اللي اختفت مره واحده، وبنعرف ان ايريس راحت مقر الفرقه الخمسه علشان تقابل هيبانا، لكنها بتعملها بشكل قاسي جدا رغم الماضي اللي بيشاركوه مع بعض. وبتحاول ايريس تفواها وتقول لها ان اللي انت بتعملي دوت بيخالف قوانين معبد سول اللي كنا فيه انا وانت وتعلمنا فيه الفضيله، لكنها بتشتعل من جواها وبتقول لها ان الفضيله ديت مجرد كذبه وانها هتفضل حبسها لحد ما اعضاء فرقتها يجوا ينقذوها وتخلص عليهم كلهم. ووقتها بيوصل شينرا والفرقه الخمسه بدون القائد اكتارو وبيقتحموا المقر وبيواجهوا الحرس علشان ينقذوا ايريس ويحققوا في الحوادث المشبوهه اللي بتعملها هيبانا. وبينطلق شينرا علشان يوصل لايريس، وبيروح ارثر علشان يكشف سر التجارب هيبانا الغريبه دي. وفي الطريق بيقابل وحش النيران اللي تاثر في المعركه اللي فاتت، وبيظهر ان الوحش دوت اخذ دواء غريب من اللي بتعمله الفرقه الخمسه. وفي الساحه الخارجيه بيتقابل ماكي وتاكي مع تورو واللي هو واحد من اعضاء الفرقه الخمسه، وبيعمل متفجرات من البالونات علشان يموتهم.
لكن تاكي بيوجهه برصاصة متفجرة وبيوجهها عليه وبيهزمه تماما، لكنهم ما لحقوش يفرحوا قوي وبيقابلهم ثلاثي اضواء المسرح واللي هم جم علشان يمنعوهم يدخلوا مقرهم. وفي نفس الوقت بيهاجم الوحش الناري ارثر وبيصمم يخلص عليه. وجوه المقر بتستعد هيبانا انها تهاجم اعضاء الفرقة الثامنة وتحمي اكتشافها العظيم اللي هي اكتشفته. وبعدها بنرجع لمعركة ارثر والوحش الناري، وبيهاجم الوحش وبيستعمل ارثر سيفه علشان يدافع عن نفسه من ضربات الوحش اللي بيكون اكتر خبرة منه. وبيفضل الوحش يستفز ارثر بالكلام لما حد ما يفقد تركيزه وبيوقعه على الارض وبيحاول يخلص عليه. وفي اللحظة دي بيفتكر ارثر انه فارس ومعاه السيف بلازمة، فبيستخدم سيفه وبيقطع الوحش جوليان. وفي نفس الوقت ده بيتغلب تاكو ماكي على ثلاثي اضواء المسرح، وبيكون شينرا وصل لقلب مقر هيبانا علشان ينقذ ايريس من ايديها. وفي مدخل القصر بيقابل مجموعة تانية من ثلاثي اضواء المسرح لكنه بيوقعهم بصباع رجله الصغير. وبيوصل لمكان ايريس وبينقذها من هيبانا اللي هتكون لسه هتأذيها، وساعتها بيتحداها في قتال لكن بتمنعه ايريس وبتقول له انك مش هتقدر تغلبها وان الافضل ليك ان انت تحمي نفسك. لكن طبعا مش بيعجب شينرا الكلام دوت وبيصمم يقاتل هيبانا اللي بتستخدم تقنية الاغماء الحراري وبتشكل حركة زي المرة اللي فاتت بالظبط، بس زي ما احنا متعودين من شينرا لا تراجع لا استسلام. وباستخدام قوته النارية بيقدر يقف بصعوبة رغم تأثير الاغماء الحراري عليه، وده اللي بيفاجئ هيبانا لكنها مش بتتأثر قوي وبتستخدم هجومها الناري على شينرا واللي بيقول لها انه لازم يغلبها وانه اكيد هيرجعها لارض الواقع. لكن هجوم شينرا بيفشل وبينهار بسرعة، فبتستغل هيبانا دوت وبتهاجمه بتقنيتها المميزة وهي شجرة القرز الملتهبة. وبتحاول ايريس انها تؤثر على هيبانا علشان تحمي شينرا، لكن هيبانا بتحتكر مبادئها وما بتكونش شايفة حد قدامها. وبتفتكر هيبانا يوم الحادث والحريق اللي حصل في الدير، وبتقول ان نجاتها يومها هو سبب تحولها اللي هي عليه دلوقتي، وده لانها عرفت ان كل صلواتها ودعواتها ملهاش اي لازمة، وده علشان الدير اتحرق بسهولة والرهبات اصحابهم ماتوا وخسرت كل حياتها، وده خلاها تختار تقف في صف القوة بغض النظر عن الفضيلة. وفي الوقت دوت بيوقفها شينرا عند حدها وبيتفاوض معاها لكنها بتهينه وبتهاجمه بنار شجرتها، وبتحاصر شينرا النيران وبيكون تحت تأثير الاغماء الحراري، لكنه بعزيمته واصراره بيقدر يتغلب على تأثيرها وبيقوم على رجليه من تاني، وبيبقى مصمم ان هو يجازف بنفسه يغلبها علشان ينقذها من العبط اللي في دماغها ويعالجها من النرجسية. وبيستخدم قوته الحرارية الكبيرة وبيهاجمها بقوة ضخمة. وبنرجع لذكريات هيبانا وايريس وهم في الدير، وبنشوف هيبانا وهي بتستخدم سحر النار بتاعها في تغيير الازهار وتسليط الراهبات، وبنشوف ايريس وهي بتتفرج على هيبانا من بعيد وبتكون مبسوطة بقدراتها جدا. لكن بتيجي المديرة وبتزعق لها وبتوبخها لانها كده بتسيء استخدام قوة النار. وفي الوقت دوت بتعتذر لها ايريس اللي بيظهر انها خجولة جدا. وبعدين بيجي يوم الحادث وبتنقذ هيبانا ايريس وبيكون الوحيدين نجوا من الحريق. وبنشوف بعديها هيبانا وهي بتعمل ابحاث وبتكتشف اسرار عن الاحتراق الذاتي، وبتسيب ايريس في المعبد لوحدها وبتنضم لشركة هاجمة وبتطلب منهم منصب قائد الفرقة ومقر التمويل في مقابل انها تشارك اسرارها، وبيوافقوا انها تنضم ليهم فعلا. وبنرجع للوقت الحالي واللي بتكون فيه هيبانا مغلوبة من شينرا وبتبدا تشوف الحياة بعين الواقع بعيد عن افكارها النرجسية المتطرفة. وبتشوف ايريس حواليها وبتطلب منها هينسوا الماضي وبتعملها ازهار جميلة زي ما كانت بتعمل في الدير، فبتوافق وبيتصالح الكل. وفي مقر الفرق الاولى بيوصل خبر تصالح الفرقتين الخمسة والثامنة، وبيتجمع اعضاء الفرقتين وبيقعدوا وقت سوا وبيقرروا التعاون في المستقبل. وفي اخر اليوم بيتكلم اكيتارو مع هيبانا عن الحاجات اللي توصلوها، وبيعرف منها ان ظاهرة الاحتراق البشري الآني ظاهرة من صنع البشر وان في حد ليه مصلحة من ان هي تحصل. وبتقول هيبانا ان كل الوحوش النارية من صنع البشر وفي بينهم عامل مشترك وهو ظهورهم في المدينة اللي بتحميها الفرقة الاولى واللي بتكون تحت قيادة ليوناردو. وهنا بيتأكد اكيتارو ان مهامه هتبقى صعبة جدا، وبيعدي الوقت وبنشوف اكيتارو وهو بيكلف شينرا وارثر بمهمة سرية وهي التحري عن الفرقة الاولى في مقرهم واكتشاف علاقتهم بالوحوش البشرية ذاتية الصنع. وبتبعت معاهم هيبانا 2 من ضباط الفرقة الخمسة علشان يساعدوهم في التحقيق ويكتشفوا اي سر من اسرار الفرقة الاولى. وبتوصل المجموعة مقر الفرقة الاولى واللي بيكون في مكان كبير ومقدس جدا، وبيدخلوا المقر على اساس انهم ضيوف، وبيقابلوا واحد من قائد الفرقة الاولى واللي اسمه كارم واللي بيكون غريب الاطوار جدا. وبعدها بياخدهم لمكان القائد ليوناردو واللي كان شينرا شاكك من البداية انه يعرف حاجة عن الاحتراق الذاتي او عن الحادثة اللي حصلت لعائلة شينرا من حوالي 12 سنة فاتوا. وبيقابلوا قائد ليوناردو وبيرحب بيهم جدا وبيعرفهم على قائد فريتو وبيطلب منهم التصرف بهدوء ولا باقة وانهم يستمتعوا ببقائهم في مقره. لكن شينرا ابو لسان طويل بيطلب انه يتحدى واحد من قائد الفرقة الاولى، ولو هو اللي كسب هيطلب من القائد ليوناردو طلب مهم، فبيوافقوا كلهم. وبتبدا المنازله بين واحد من قائد الفرقة الاولى وواحد من اعضاء فرقة هيبانا واللي بيكون متوتر جدا ومبتدئ جدا ومش بيعرف يتحكم في ضرباته اللي بتكون هتصيب كارم، لكنه بيقدر يحول النار لتلج وبينقذ نفسه في اخر لحظه. وبتكون
دي اول مره يشوف فيها اعضاء الفرقه الثامنه اطفاء بيتحكم في الجليد، وشكهم في الفرقه الاولى بيزيد خاصه وان قدراتهم متنوعه جدا عن اي فرقه تانية. وبعدها بيبدا النزال الثاني اللي المفروض يواجه فيه تورو من الفرقه الخامسه قائد تاني من الفرقه الاولى، لكنه بيعتذر وبينسحب ساعتها. وفي الحاله دي بيتدخل البيج بوس ليوناردو علشان يخلص الليله دي، وبيقرر ان هو يواجه شينرا وارثر الاتنين مع بعض علشان يضرب عصفورين بحجر واحد ويفوز بجولتين. وبيبدا النزال وبيهاجم ارثر الاول، لكن ليوناردو بيقدر يوقف هجومه وبيتحكم في سيف البلازما بتاعه. وبعدها بيهاجم شينرا المتحمس وبيستخدم قدرته الناريه وبيضرب برجليه، لكن مفيش اي حاجه بتاثر فيه. وفي الوقت دوت وفي المعجنه بيسال ليوناردو شينرا عن السبب اللي بقى يطفاه علشانه، فبيعرفوا ان هو عايز يمنع حدوث الحرايق، وده لان مامته واخوه ماتوا في حريق من 12 سنه. فبيقول له انت لسه قدامك كتير تتعلمه، وبيطيره بصباع واحد وبيغلبه. وبيخلص النزال على كده من غير ما يعرف شينرا معلومات عن حادثته. وبيشكر قائد الفرقه الاولى ليوناردو ضيوفه على التدريب المفيد ليهم، وبعدها بيسيبهم وبيمشي. وبنرجع لمقر الفرقه الثامنه وبيكون اكيتارا وهيبانا بيحللوا المعلومات اللي وصلوا ليها من الفتره الاخيره، واللي بتكون من ضمنها كل الاجسام اللي اشتعلت بشكل ذاتي تم اختراقها وافتعال الحرائق من جواها عن طريق الحشرات. وفي مقر الفرقه بيرجع شينرا مهمتهم، وبنعرف ان معاهم شهر واحد بس، وده كله علشان يلاقوا اي معلومات عن تورط الفرقه الاولى بالحرايق. وبنشوف تاكي في حديقه الغرفه وهو بيطمن على شينرا وارثر لان القائد اكيتارا قلقان عليهم جدا. وبنشوف معاه هيبانا واللي جايه تطمن هي كمان، وبتعرف تاكي المعلومات الاخيره اللي استنتجتها، وهي ان كل الوحوش اللي احترقت بصوره مفتعله ظهرت في الاماكن المحميه ومواقع وحدات الاطفاء المغلقه، وده معناه ان لازم تكون واحده من فرق الاطفاء هي المسؤوله بشكل تام عن الحرايق دي. وبنروح لغرفه طعام الفرقه الاولى، وبيكون مبعوثي الامم المتحده قاعدين مع بعض وبيتكلموا عن اسباب انضمامهم للاطفائيين وقدرات كل واحد فيهم. وفجاه بتظهر تاميكي وبتعرفهم ان في وحش جديد ظهر، وعلى طول بيرن جرس الانذار وبينطلق الكل استعداد لمواجهه الوحش. وبتنطلق قوات الفرقه الاولى، وبنعرف ان في 5 وحوش مشتعله مره واحده وانهم ظهروا كلهم في نفس الوقت. وبيقسم القائد كريم اعضاء الفرق لمجموعات صغيره، وبتنطلق كل مجموعه علشان تواجه وحش واحد. وبيظهر ان الفرقه الاولى فرقه كبيره جدا ومنظمه، وبتحضر وبتجهز خططها قبل ما تهاجم. وبيطلب كريم من اعضاء الفرقه الثامنه انهم يفضلوا مكانهم تحسبا لاي طوارئ، لكن في الوقت دوت بيحس شينرا بطاقه وحش مشتعل قريب منه، لكنه بيظهر انه مواطن عادي خارج من شارع جانبي، فده اللي بيخليه يطمن. بس قبل ما يرجع مكانه بيشوف حد بيحط حشره على ظهر المواطن، واللي بيتحول على طول لوحش نيران. فبيدخل شينرا ورا ارثر ورا الشارع، فبيلاقوا رجاله ليوناردو هم بيخلصوا عليه، وهنا بيرجعوا يشكوا فيهم من تاني، خاصه ان عمليه تحول الوحش وارقاده كانت سريعه جدا، وان محدش تاني كان في الشارع غيرهم. وقبل ما يستعجل ارثر ويهاجمه بيهديه شينرا وبيسكته قبل ما يتهور. وبيرجعوا على مقر الفرقه الاولى، وهناك بيفكروا في اللي حصل، لكنهم مش بيكونوا واثقين تماما في افكارهم، علشان كده بيقرروا يفتشوا غرفه القائد كريم يمكن يلاقوا اي حاجه تاكد طورته او براءته. وبيوصل شينرا وارثر غرفه كريم، وما بيعرفوش الفرقه الخامسه على اللي هما بيعملوه ده. وبيكون ارثر متنكر عشان ينتحل شخصيه المحتال ويقتحم المكان، وبالفعل بيكون صنع سيف بلازما صغير هاندي ميد كده يعني علشان يطفش بيه الاقفال. وبيدخلوا الاوضه وبيلاقوا درج، وبيظهر انه مهم جدا عشان الاضواء متسلطه عليه. وبيفتحوا ارثر وبيلاقي فيه الازاز الصغير اللي كانت فيها الحشره، وهنا بيتاكدوا ان الفاعل هو كريم، وان كان مغفلهم طول الوقت دوت، وان هو سبب الاحتراق الذاتي للبشر. لكن ساعتها بيدخل عليهم خيال كريم وبيقول لهم كده انتوا خلاص بلعتوا الطعم، فبسبب ان تصرفاتكم كانت مريبه من ساعه الحادث قررت اختبركم ده لانكم كنتوا مهتمين بحشره التحول، وكمان عرفتوا الفاعل. فبيقول الفاعل كان شبهك بالظبط الخالق الناطق ولعبت زيك كده بالظبط، وايه اللي يخلي نثق فيك اصلا وانت اصلا مشتبه بيه الاول. فقال لهم انت شفت حد لعب زي بالظبط وفي نفس المكان، فممكن يكون زميلي رايكا مثلا. وبيقول لهم انه مهتم بالحشره لانه من شهرين حصلت له حادث احتراق للاطفال، وكانت دي اول مره تحصل. وفي الموقع لقت السلطات واحده من الحشرات دي، وفي نفس الوقت بنلاقي تماكي بيجمع الاطفال في الشوارع بامر من ريكا بهدف نقلهم في مكان امن وادعاء ليهم وحمايتهم من الاذى. وبياخد رايكا الاطفال وبيطلب من تماكي انها تمشي، لكنها بترفض كده فبيفقدها الوعي. وبنشوف رايكا هو بيحكم مرافقه الاطفال بالحشره، فبتتحول على طول لوحش مشتعل فبيغلبها وبيرقدها. في مقر الفرقه الاولى بيقرر كريم انه يروح يدور على رايكا لانه شك فيه، وبيلاقي شينرا وارثر في انتظاره عشان ينضموا ليه. وفي الوقت دوت بيكون رايكا بيجرب على الناس اللي معاه ومين هيتحول لوحش ومين هيتحمل اصلا، وده هيكون مناسب لمخططاته الجايه. وبتتصدم تماكي لما بتفوق وبتعرف ان رايكا هو المسؤول عن صناعه الوحوش المشتعله في الفتره الاخيره، وان سبب ان الناس البريئه دي
كلها تموت بالطريقة الشنيعة دي. لكن رايكا مش بيهتم بكلام تاماكي اصلا، وبيمسح بيها البلاط وبيحقن الطفل تاكي بالحشرة، لكنه مش بيتحول لوحش وبيقاوم وبيعدي المرحلة دي، فبيعرف انه مناسب للمرحلة اللي جاية من خطته، وبيطلب رايكا من باقي الاطفال الاستعداد علشان يشوف مين فيهم هو المناسب برضه. لكن تاماكي بتجمع الباقي من قوتها وبتبعت نداء استغاثة، فبيقدر شنرا ان هو يشوفه ويحدد مكانهم بالظبط، وبيطير لهم بسرعة كبيرة. وده طبعا اللي مش بيعجب رايكا المختل دوت اللي بيكون نازف البنت تاماكي ديت عجنة، وقبل ما يديها القضية ويخلص عليها بيوصل شنرا المكان وبيدوس على وش المختلة دوت وبينقذها. لكن في ثانية بيقوم رايكا تاني وبيضرب شنرا، فبيرد له الضربة شنرا، وفي المقابل بتبدأ المعجنة ما بينهم، وبيقول له شنرا انه عارف ان هو اللي بيصنع الوحوش النارية، وبيحاول رايكا يضرب شنرا بقبضات الملتهبة ديت لكنه بيصد وبيفلت منه، وبيهدد رايكا شنرا وبيقول ان هو مش هيسمح ليه ولا لاي حد انه يفسد مخططاته التبشيرية الملائكية بتاعته. الله، هو ايه الهبل اللي بيعمله دوت؟ المهم يا عم صديقي بيكون في حشرة تحول مع رايكا وبتتفاعل بجنون مع نيران شنرا، وهنا بيقرر رايكا ان شنرا هيكون من المناسبين لتكملة مخططاته وانه لازم يضمه في صفه في الاول، وبيقول له رايكا ان هو اللي هينفع معاه، وبعدين علشان عنده شعلة الادولة نقية، وانه كان بيجرب الاشتعال على الاطفال الفترة اللي فاتت علشان يلاقي الشخص المناسب. فبيتجنن شنرا لما بيسمع ان حول الاطفال لوحوش وكأنه مش مهتم اصلا، فبيعرفوا رايكا وبيقول له ان التضحيات لازم تحصل عشان يتقدم المجتمع، وابتدى العركة وبيتبادل الاتنين الضربات النارية، وبيقرر شنرا انه يجرب قدرات رجليه الكامنة، وبيعمل رايكا زيه بالظبط، وبيفعل قوة الذراعين القصوى، وبتبدأ المعركة ما بينهم، وبينط شنرا وبيضرب رايكا بقوة لكنه مش بيتأثر قوي، وبيطير الاتنين لفوق وبيتعاركوا في الهواء وبيضربوا بعض، وبيطلع شنرا على رأس المبنى وبيلزق عليه، وبيشغل محركات النفاسة وبيطير بسرعة على رايكا وبيديله واحدة في دماغه. لا جامد قوي يلا. وفي الوقت دوت المبنى بيكون اتأثر جامد، والاطفال كده ممكن تتصاب، فبتاخدهم تماكي علشان تحميهم، لكن بيظهر ان الطفل تاك مش طبيعي ومتأثر جامد. بنرجع لمعركة رايكا وشنرا من تاني، وبيظهر ان شنرا ضعف جدا بسبب استخدام طاقة حرارية كبيرة جدا، وفي الوقت دوت بيطلب من رايكا انه يعقل ويسلم نفسه علشان يوقف موت الابرياء اللي سبب فيه، لكن رايكا بيقول له مستحيل طبعا، ده انا ما صدقت الاقي الطفل المناسب ومش هسيبه يفلت من ايدي ابدا. وبيقول له رايكا انه طول عمره كان بيدور على الاطفال دي وبيجرب فيهم التحول علشان يعرف مين فيهم مناسب، وان هيقدر يتحكم في النيران، وان دي كلها اوامر من الرئيس بتاعه، وان كل ده بيتعمل اصلا لانقاذ البشريه من غضب ملك الشمس، وان الهدف في النهايه هو صناعه شمس جديده بيتحكم فيها المتحكمون في النيران، لان الشمس الاصليه هتتحرق والعالم كله هيموت بسبب ذنوب البشر. المهم بتحاول تماكي تاخد الاطفال لمكان امن لان رايكا راحت منه خالص، لكنه بيمنعها وبيبقى مصمم يجرب عليهم الاحتراق علشان يختار منهم. وفي الوقت دوت بيبدا شنرا يربط الاحداث مع بعض، وبيستنتج ان رايكا متورط في حادثته من 12 سنه فاتوا وممكن يعرف حاجه عن اخوه الصغير شو. وفي الاثناء دي بيتجنن رايكا اكتر وبيستخدم نيرانه بشكل اكبر، ولكن بيتفاجئ بكارم اللي بيكلب بشديد بالتلج بتاعه وبيوقف عند حده، وبيحاول رايكا يزيد حرارته عشان يذوب التلج بتاع كارين، لكن كارين بيغلفه كله بالتلج وبيوقفه تماما. وهنا بتخلص رايكا المختل بيستعد كارين انه ياخده ويمشي، لكن ساعتها بيصاب جسم رايكا بسهم النار وبيموت، وبيتم مهاجمة الاطفال من 2 من رماة السهام الملتهبة اللي بيكون واضح ان هدفهم ان هم يخلصوا عليهم، وكمان بيستهدفوا القائد كارم لكن بينقذوا زميله، وبيطلب كارم من شنرا انه يعمل ستار من الدخان علشان تحجب الرؤية عن رماة الاسهم، وبيطلب من شنرا وتماكي ان هم يتعاونوا معاه ويستهدفوا الرماة، وبيستخدم تماكي وشنرا قدراتهم النارية عشان يخوفوا الرماة، لكنهم مش بيهاجموهم اصلا لانهم منهكين جدا دلوقتي وهيتغلبوا بسهولة. وبيمشي المهاجمين بعد ما بتوصل الاشارة ليهم، وبيقرر كارم انه يعاقب تماكي علشان عرضت حياة الاطفال للخطر، وبيشكر كارم شنرا على مساعدته في حل مسألة الاحتراق الذاتي وانه بفضله قدر يقبض على رايكا، وبيطلب من الفرق التامة التحري عن موضوع الزعيم اللي رايكا كان ماشي وراه، وبيخلص اليوم على كده وبيرجع شنرا مقر الفرق التامة، وهناك بتنضم لهم تماكي اللي انفصلت مؤقتا من الفرقة الاولى، وده لانها تعاونت مع رايكا في السر. وبعدها بنروح لحي الشو بالتحديد في غرفة العرش الامبراطورية، وبيظهر ان في حاجات مريبة بتحصل هناك وفي مقر الفرقة التامة بنشوف كل الاعضاء وكمان معاهم تماكي وهبانة، وبيكون المقر فيه فوضى وحيوية وليلة كبيرة لأول مرة، وده اللي بيعجب القائد كيتارو. وبنشوف بعد كده الاعضاء وهم متجهين لاجتماع قائد فرقة الاطفاء، وده بيكون اجتماع عاجل وطارئ بسبب حادثة رايكا الاخيرة، ودي بتكون اول مرة يجتمعوا فيها، وده معناه ان الموضوع مهم جدا وانهم خلاص هيكشفوا امر وحش النيران والزعيم
الكل متورط وراه. وبيوصل الابطال مقر الاجتماع وبيقابلوا كارم اللي بيشكرها كيتارو على مساعدة شينرا ليه المرة اللي فاتت. وهناك بيتقابل قائد الفرق من 1 ل8 وبنتعرف عليهم لأول مرة. وبنعرف ان قائد الفرق السبع اسمه واكا وهو اقوى اطفائي في الموجودين كلهم، لكن الشخص دوت قليل احترامه ومتكبر لأبعد الحدود. وفي الوقت دوت بيدخل امبراطور اليابان رافلز وبيبدا يناقش مع القاده الموضوع الاخير اللي حصل، وان في حد متسبب في الحرائق والرعب اللي انتشر في البلد الفتره الاخيره، وان مسؤوليه قوه مكافحه الحرائق يعرفوا مين هو اللي وراه ويعرفوا ايه اهدافه يحمي البلد والمواطنين من شره. لكن بيقطع واكا وبيستهزأ بكلامه عن حمايه البلد والناس، وبيظهر انه شخص عنصري وملوش في جو البطوله والمسؤوليه دي، وبيقاطع الاجتماع رغم اهميته وبيسيبهم وبيمشي. وفي الاثناء دي بيكون الجوكر بيسمع خطاب الامبراطور وبيظهر اعجابه شديد بشينرا وبيفكر انه يهل عليه مره تانية. وفي الاجتماع بيتكلم رافلز عن شعلة الادوله واللي هي الشعلة النقيه اللي بيستخدمها شينرا، وبيقول ان هي شعلة مقدسه وانها اول شعلة انطلقت في العالم، وانه بيها قدر الملك سول يبني المعبد علشان تصدر الحضاره البشريه وتستقر. وبنعرف من قائد الفرق ان الزعيم الشرير بيستخدم شعلة الادوله برضه، ودي لانها قويه جدا ومختلفه عن الشعلة العاديه، وعشان كده اكيد هيستهدفوا شينرا. فبيقترح واحد من قائده الفرق ان شينرا لازم يكون محمي وفي امان، وان ممكن نربطه في حجر ونرميه تحت الارض مثلا عشان نحميه. فبيعترض شينرا طبعا عشان طريقه الحمايه دي مش مناسبه ليه اصلا، وكمان علشان واجبه كاطفاء انه يحمي الناس مش يهرب ويخبي نفسه. وهنا بتتدخل هيبانا وبتقول لهم محدش يحشر نفسه في اللي ملوش فيه، وان الحاجات ديت من شؤون الفرق الثامنه وهم اولى الناس بحمايه ابنهم. وبيرجع الفرق الثامنه مقرهم وبيكون شينرا لوحده في محطه الطاقه، وبيفكر في كلام الامبراطور وجري زعيم الشر وراه علشان الشعلة. وهناك بيقابل الجوكر وبيكون هيتعارك معاه، لكن بيقول له الجوكر انه مش في المود دلوقتي، وبيقول انه جه النهارده علشان يقول له على حاجه مهمه، واكيد هو نفسه كان يعرفها من زمان، وهي مكان اخوه شو، وان اخوه الصغير دلوقتي واحد من قاده الفرسان الشر الرماديه اللي بتكون تابعه لزعيم الشر. وبعدها بيسيب الجوكر وبيمشي. فبيتصدم شينرا من كلام الجوكر، بيفتكر يوم الحادث وبيقول ان في الحاله دي هيضطر يواجه اخوه شو علشان ينقذ الناس وينفذ وعد لوالدته. وبيرجع المقر وهناك بيكلفوا ميكاتارا باعمال مكتبيه كتيره جدا، وهو البحث في اطنان من الورق عن اي معلومه مهمه عن زعيم الشر. وبيحبط المجموعه وبيتعبوا جدا من البحث طويل ومش بيلاقوا حاجه مفيده. وفي المطبخ بيحاول تاكي انه يعرف سبب تغير شينرا بعد رجوعه من المحطه، ومش بيكون هو لوحده اللي لاحظ كده. فبيسالوا اعضاء الفرقه كلهم وبيكونوا مهتمين جدا بيه، فبيقرر يقول لهم على مقابلته مع الجوكر والمعلومات اللي عرفها عن اخوه الصغير. فبيطمنوا قائد كيتارو وباقي زمايله وبيقعدوا ان هم يساعدوه يلاقوا اخوه الصغير ويحققوا وعد والدته ليه. وبيطلع تاكي وثائق سريه وكانت مخفيه عن المجموعه كلها، وبيكون في الوثائق دي معلومات عن فرسان الشعلة الرماديه التابعين لزعيم الشر، وبيعرف الاعضاء ان الزعيم هو هدفهم ومهمتهم الجايه. وبيرجع تاكي بالزمن وبيفتكر ايام ما كان لسه ضابط مستجد في الجيش، وكان بيقضي وقته في استراحه الغداء مع صديقه جو. وهناك قابل ماكي لاول مره، بنعرف انها بقت مجنده بسبب علاقه والدها السياسيه والعسكريه. وبتخلص الاستراحه وبيرجع الاثنين اوضتهم، وبشكل مفاجئ بيشتعل جو بيطلب من تاكي ان يخلص عليها قبل ما يأذي حد، لكنه مش بيقدر، وفي ثانيه بتوصل قواته وبتخلص عليه وبترقده في سلام. وبعدها بياخد تاكي مسدس جو وبيتجول في المدينه، وهناك بيشوف قوات المكافحه وهي بتطارد وحش مشتعل. وفي الموقع بيلاقي كيتارو اللي كان لسه ضابط اطفاء عادي ايامها. وفي المنطقه بيتعاون كيتارو مع فرقه المكافحه وبيعرفهم اماكن تواجد الوحوش، وبيعرفهم انهم وحشين المره دي، وواحد منهم مسالم. فبتجاهله فرقه المكافحه علشان مش هياخدوا عليه نقاط كتير. فبيحتكروا كيتارو جدا برغم طلب زوجة الوحش المسالم من رجال الوحده يركضوا بسلام، وبيقترح عليه يقسم قوات المجموعتين ويطارد الوحشين، لكن القائد بيرفض، بيقول ان الوحش العدوان هو المهم علشان دوت بيزود من نقاطهم وبيعلى من معنويات فريقهم. وبيكون تاكي حاضر وشايف كل اللي بيحصل دوت. فبيستأذن كيتارو من الزوجه انه يركضوا بنفسه، وبيطلع فاسه وبيقتحم البيت وبينضم ليه تاكي اللي خلاص بيقرر يساعده بيعرف على نفسه. ومن هنا بتكون الفرقه التامنه اتعملت، وبرغم خطوره الموقف ان ممنوع حد يدخل الموقع، لكن بيتعاون كيتارو وتاكي اللي بيكون كل همهم ان هم يرحموا الوحش المسالم من الم الاشتعال. وبينجحوا يوصلوا للوحش وبيفتكر تاكي صديقه جو، فبيضرب الوحش بمسدس جو بيريحه من الالم. ومن هنا بيقرروا يتعاونوا مع بعض، وفيما بعد بيكونوا فرق اطفائيه خاصه. وبيعدي الوقت وبيختار كيتارو مقر الفرقه، وبيكون هو وتاكي بس الاعضاء هناك. وبيسال كيتارو عن اسماء اعضاء تانيين يقدروا يضموهم. فبيقترح تاكي الجنديه ماكي، وبيقول لها كيتارو ان جاده جدا ومجتهده، لكنها مش مفيده قوي كمجنده لانها شخصيه طيبه جدا، وبتكون عاطفه بتفضل الغير
غير عن نفسها. وبعدها بيتكلم تاكي عن اول مهمة خرجت ليها الفرقة وقد ايه كانوا متوترين في القتال ساعتها. وفي المهمة دي كشفوا تورط الفرق السبعة، ومن هنا قرروا يدوروا على الفرق المختلفة ويعرفوا ايه علاقتهم بالاشتعال الذاتي. وبعدين بنشوف واكا قائد الفرق السبعة وهو بيتجول في المدينة وبيبقى ظاهر الناس بتحبه، وبيروح على مقر الفريق واللي هو بيته واللي بيكون فيه مساعدته ساغا، وهناك بتقتحم الفرق التامنة عليهم المكان وبيعرفوهم ان هم هنا علشان يحققوا في امر اشتعال البشر. وفي الوقت دوت بيضرب جرس الانذار علشان فيها وحش جديد، وبيوصل واكا الموقع وبيقدر بمساعدة فريقه اللي هي القرية كلها انه يخلص على الوحش واللي كان لسه مسلم عليه من شوية. وبتعم ارجاء القرية الاحتفالات وبتكون دي طريقتهم في توديع الوحش، وبيؤمر واكا رجال القرية ان كل حاجة تتصلح وترجع زي الاول، وكمان بينضم لهم اعضاء الفرق التامنة وبيساعدوهم في عملية الترميم. وفي مكان تاني بنشوف فرسان الشعر الرمادية وبيكونوا بيجهزوا الحشرات والافخاخ الجديدة علشان يضللوا الفرق التامنة. وفي نفس الوقت في بيت واكا بنشوف هو بيعالج ساغا من مرض بيخلي جسمها بيحترق، وبنشوف واكا وهو بيقول لساغا ان هو المفروض يكون القائد وزعيم القرية، فبيقول له ساغا ان ما ينفعش تقول كده وان ما فيش قائد مش بيقاتل مع فريقه وانك انت بتكون الاجدر بالقيادة خاصة في الوقت الحالي. وفي اخر اليوم بيجتمع كوتارو وتاكي وبيكون واكا رايح يقابلهم، فبيسمعهم وهم بيقولوا اننا نجحنا في التحويل الناس لوحوش نارية وانهم في طريقهم لتحويل اهالي وقرية واكا كلهم. فبيروح واكا وراهم وهناك بيشوف كل اعضاء الفرقة التامنة وبيبقى متضايق ومتعصب من اللي سمعه دوت، وانه بعد ما سمح للفرقة التامنة بدخول قريته هيكونوا هم سبب موت اهله. وبيكون الفرقة التامنة مش فاهمين حاجة وبيظهر ان في حاجة مريبة بتحصل، ومن بعيد بنشوف اتنين شبه كيتارو وتاكي بالظبط، وبيبقى كأنها خطة من فرسان الشعلة الرمادية علشان يوقعوا الدنيا في بعضيها. وبسرعة بدون تردد بيهاجم واكا كل اللي قدامه وبيضرب فيهم يمين وشمال ومش بيقدروا حتى يدافعوا عن نفسهم، فبيسيبهم كيتارو وبيمشي وبيلطش فيهم واكا وبيكون طايح في الكل ومحدش بيقدر يصده حتى. وهنا بنشوف قدراته اللي علشانها كان هو الاطفاء الاقوى بين كل اعضاء فرق المكافحة. وفي الوقت دوت قبل ما تلبس الاسود على شنرا واللي معاه بيظهر القائد كيتارو هو لابس زي الفرق التامنة بالكامل، فبيقرر يواجه واكا وجها لوجه علشان يخليه يسيب اعضاء فرقته لان لو ما عملش كده هيخلص عليهم. وبيدخل عليه دخلة الاندرتيكر لكن واكا مش بيتأثر اصلا ولا بيخاف بسبب غياب القدرات الخاصة عن كيتارو، فبيقدر واكا انه يفجر كيتارو باللهب لكن بيقدر كيتارو انه يحمي نفسه مؤقتا ده بفضل خبرته في الحياة، وبيقدر يوجه ضربات لواكا وبيفهمه انه ما حاولش حد وانه عمره ما يأذي الناس ابدا. كم انت عظيم يا كيتارو اوبي، لكن واكا مش بيسمع ولا بيتأثر وبيقرر يخلص عليه بعد ما بيسيبه بشوية ضربات نارية كده. وفي اللحظة دي بيمنعه ساغا انه يخلص على كيتارو بتقنية سيف اليد المشتعلة وبيمسك ايديه المشتعلة لحد ما بيهديه، وبالفعل مش بيكمل واكا القتال خوفا على ساغا اللي بتأذيه النار، وفعلا مش بيتحمل ساغا كتير وبيضعف جسمه من تاني وبيزيد الحروق اللي عنده وبينهار ساعتها، فبياخده واقع على البيت علشان يعالجه ويرتاح. وفي البيت بينكر كيتارو وتاكي ان هم حاولوا اي حد الوحوش وبيقول ان في توقيت الحادثة دي كانوا مع بعض في السوق، فبيروح واقع علشان يتأكد من كلامهم بنفسه. وبعد ما بيتعافى ساغا شوية وبيفوق بيسألوا الشباب عن سبب مرضه الغريب اللي بيهدد حياته كده، فبيحكي لهم عن قصة مرضه فبيقول لهم انه من سنة واحدة بس وقبل انضمامه بشكل رسمي لفرقة الاطفاء الخاصة هجمت وحوش النيران متحولة قريته وكانوا اقوياء جدا ومرعبين، وما كانش فيه غيره هو وواكا اللي كان بيحمي القرية بعد ما دمرت الوحوش اجزاء كبيرة منها. وفي الوقت دوت قرر ساغا يستخدم قدراته النارية ويهزم الوحوش لوحده وبعد واكا عن ساحة المعركة علشان يحميه، وبعدها بيجي له واكا وبيشوف الدمار اللي حصل في القرية وبيعرف ان ساغا هزم الوحش بنفسه، ولكن في المقابل اتهزى جامد جدا وبيقول له ساغا ان اضطر يغلب الوحوش لوحده علشان قريتهم محتاجة الواكا في المستقبل. وفي الوقت دوت بيدخل قائد الفرقة الرابعة وبيعلن اوامر الامبراطورية لواكا وساغا ان الامبراطورية هتشكل الفرقة السبعة واللي هتكون متكونة من افراد القرية كلهم، وكل دوت مقابل فلوس وحماية ومساعدات. ونظرا لان اهل القرية فقراء ومحتاجين فبيضطروا يوافقوا الاتنين لان ده اللي هيوفر لاهاليهم كل اللي محتاجينه وهيقدروا يحموهم. وبكده بينتهي الانمي بتاعنا، فما تنساش اللايك والاشتراك يا عم، ويلا سلام سلام سلام.